أكبر شجرة في عين بن مطهر بين الماضي والحاضر. السلام عليكم الإخوان والأخوات. الأشجار حتى هي شاهدة على التاريخ، حيث كتحمل في الجذور ديالها في الأغصان ديالها قصص لأجيال مرت من هذه المناطق. تقف أكبر شجرة في المنطقة كرمز للطبيعة المتجدرة في هذا المكان العريق. وبين الصور الحديثة والقديمة لهذه الصور سنرى كيف تغيرت هذه الشجرة وكيف أصبحت. هذه الصورة القديمة تبين الشجرة كيفاش كانت أقل كثافة مما هي عليه اليوم. كانت تمتد بجذوعها وأغصانها نحو السماء، كانت عالية فارغة. الله أعلم، ربما تكون تأثر بالمناخ ولا قلة الاهتمام. مور هاد الشجرة هي كتبان لكم القارة، منظر طبيعي واسع ما فيه لا مباني لا حتى شي حاجة خاوية. ربما كتعبر أو كتعكس الحقبة الزمنية اللي التقطت فيها. ها انتم الفيديو كيبين الشجرة اليوم، الصورة الحديثة لهذه الشجرة، وشوفوا الاختلاف اللي ولا مع مرور الوقت. كبروا الأغصان ديالها، ولات الخضورية، ولات أكبر شجرة هنايا في مدينة عين بن مطهر. المحيط ديالها ما بقاش هو داك، يعني كانت موراها أراضي شاسعة، ولات موراها بنايات، أضواء، طرقات معبدة. اختلاف كبير بيناتهم، ولكن كتبقى هذه الشجرة هي ماشي غير كائن حي، ولكن راها رمز للأصالة والتاريخ والصمود. رغم مرور العقود بقات هذه الشجرة واقفة تروي بصماتها، حكاية الأجداد، وتمنح الأجيال الحالية لمحة عن الماضي العريق لمدينة عين بن مطهر. شكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.